السلام عليكم. دائما كثير ما نسمع عن جرائم حصلت وتم كشف هاي الجريمة بعد عدة سنوات، ولكن اليوم بهذا الفيديو راح نتناول جريمة هزت الرأي العالمي تقريبا، وهذا الكلام من أكثر من 40 سنة بذاك الوقت. رجل من الأردن، طبعا شباب ببداية حياته، عمره ما يقارب ال 28 سنة. فهذا الشاب الرجال ينتمي إلى عائلة معروفة في الأردن، ورجل يحب موضوع الصيد، صيد طيور الإحرار. وهذا الرجال كل موسم، كل سنة بشهر 9 أو بداية شهر 9، هذا الرجال يطلع على الصيد، على صيد الطيور الإحرار. فبالفعل بيوم من الأيام وصار وقت موسم الصيد، وطلع هذا الرجل، وكان أيامها متزوج جديد، ما صار له إلا يعني عدة أيام، تقريبا أسبوع أو أكثر من زواجه. فهذا الرجال خذ عدته وأخذ فرسه وركب خيل الرجال وراح. وهو ماشي هو يتلفت يمنه ويسرى ويضحك على الجو ويراقب، ولو يشوف ذاك الطير الحر. هو بالفعل هدى الحمامة أول بيشك اللي عنده على الصيدة، وهذا الطير شرد، وأيضا البيشك أو الحمامة اللي زتها أيضا شردت. فقام هذا الرجال راكب فرسه ويطارد ورا هذا الطير، لعل وعسى يقول إني أمسك هذا الطير. هو بالفعل هذا قام يمشي وما يحس بنفسه يا جماعة. ولوقت ما وصل منطقة، وهاي المنطقة مقطوعة أو شبه مقطوعة، تلفت هذا الرجال وأدركه المبيت، أي أدركه غياب الشمس، والشمس تقريبا غابت وحل الظلام. فضحك هذا الرجال وله ببيت، هذا البيت هو البيت الوحيد اللي موجود بهاي المنطقة، يعني منطقة شبه مهجورة. وبالفعل الرجال راكب فرسه توجه لصاحب هذا البيت أو لأهل البيت. ولما أقبل أعطى الصوت، تعرفون مثل عادة العرب، يا أهل البيت يا أهل البيت. وله طالع رجال ومعاه 5 من عياله، والخمسة عيال هذا الرجال هم شباب، أصغرهم تقريبا عمره ما يقارب 18 أو 19 سنة. سلام عليكم. عليكم السلام. حول يا رجال حول. ضيف ونزل عليهم من السماء. فهالمنطقة المقطوعة يعني بالنادر ما يمر شخص يعدي من هالمنطقة. وهذا الرجال كان راكب فرس، وهاي الفرس هي فرس أصيلة، يعني وهاي الفرس يعني من النوادر انك تقدر تلقى نفس فصيلة هاي الفرس. فهذا الرجال ذبح عليه وطبخ، وصار وقت العشاء وقلط هو وعياله وتعشوا. ولكن صاحب البيت كانت نيته خير نية يا جماعة الخير. هذا الرجال بعد ما تعشى ضيفه صاح لعياله على جنب وقال لهم هذا الرجال يملك فرس، وهاي هالفرس غالية الثمن، اللي تريدوا يا ابوي؟ قال لهم هذا الرجال بدنا نذبحه، بدنا نتخلص منه وناخذ منه هاي الفرس. وبالفعل يا جماعة الخير الخمسة تقريبا كانوا نفس راي والدهم، قالوا له هذا رجال غريب وما نعرف منين جاء، واحنا بمنطقة مقطوعة، إذا ذبحناه ودفناه بهالصحراء مين راح يدري بينا؟ وبالفعل ودفنهم هذا الرجال، ذبحوه ودفنوه بقرب من هذا البيت اللي هم ساكنينه. وقامت يا جماعة تمشي الأيام، وخدم الفرس وباع الفرس بأغلى الأثمان، واشترى الغنم وصار عندهم حلال، وأمورهم زانت، الأب والخمس عيال. أهل هذا الرجال صاروا يسألون ويدورون، ولكن ما لقوا له أي أثر نهائيا، لأنه لما راح على الصيد هو راح لحاله وبروحه وما وياه حدا من ربعه ومن جماعته. وقامت يا جماعة الأيام تمشي، وسبحان الله العظيم لما ربنا سبحانه وتعالى بده ينصر المظلوم وبده يبين الحق حتى ولو بعد عدة سنوات. مثل ما ذكرنا ببداية السالفة أنه هذا الرجال لما طلع على الصيد هو عريس جديد، يعني ما صار له متزوج شهر أو أسبوع أو أسبوعين. فسبحان الله زوجة هذا الرجال احملت وانقلت مباشرة.
وأنجبت ولد. وقامت تمشي الأيام، وعلمكم البدو صار أيضا عندهم تطور، ومنهم تركهم البداوة واتجهوا باتجاه المدن. وهذا ولد هالرجال صار أجداده وأهله وربعه صاروا يعني يدرسونه وينفقون عليه الوقت ما تخرج وأصبح برتبة ضابط. لما أصبح هذا الرجال برتبة ضابط، طبعا بده يتعين أو بده يتم فرزه على أحد القرى أو أحد النواحي بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبالفعل تم اختياره على أحد القرى. ومشت يا جماعة الأيام، وقام هذا الرجال وبالفعل دخل على هاي القرية اللي بيها المخفر، وهو صار رئيس هذا المخفر. ولكن هذا الرجال حب انه يطلع او يشوف احوال الناس ويعرف اشنو الناس ومين اللي عنده مشاكل ومين اللي ما عنده. تعرفون هاي الامور، كونه هو يعني ضابط الرجال ومتخرج جديد وايضا ماسك هذا المخفر جديد، فيريد الرجال انه يبين لحاله اسم او يبين لحاله انه بيأمن بهاي القرية. فصار يسأل مين عنده مشاكل، مين ما عنده مشاكل. قال والله ما في حدا عنده مشاكل. وقام هذا الرجال ركب سيارته وصار يفتر هو وعناصره بالقرى المحيطة. طبعا هذا المخفر يشمل عدة قرى، هو رئيس مخفر لعدة قرى. بأحد القرى اللي دخلها هذا الرجل لاحظ وله به شجرة عنب، وهاي الشجرة بآخر القرية. وهالشجرة رغم أنه القرية مليانة من رعيان غنم ومن عيال صغار ومن شباب ومن بنات، وقرية مليئة بالناس، إلا ولكن العنب اللي بيها ما أحد منهم ضايق شجرة هذا العنب نهائيا. شنو السبب؟ طبعا هذا الرجال لما شاف شجرة العنب وشاف أنه عنقود العنب تقريبا قد البطيخة، وأنه ما حد قرب ولا حد يعني ماشي من العنب، يعني استغرب فسأل وصار عنده فضول. قال يا جماعة الخير، يعني شجرة العنب موجودة بآخر القرية ما شاء الله، يعني العنبة تطلع طول الأصبع ولا بي أحد يعني ماكل منها، شنو قصة هالشجرة؟ شجرة العنب إلها قصة معناته، ليش ما حد ماكل العنب يعني؟ فصار يستفسر. قالوا له والله هاي العنب ما تنشال. قال كيف ما تنشال؟ قالوا له والله ما تنشال، هاي العنب طعمتها طعم الدم. قالوا شلون؟ كيف؟ قالوا له والله هالعنب هاي طعمتها طعمة الدم، يعني لما تاخذ لك انت حبة من العنب ابدا كأن انت قاعد تشرب دم. قالوا يا جماعة سولفوا غير الحكي هذا شيء مو معقول، شلون عنب طعمته دم؟ قالوا له والله مثل ما نقول لك يعني. طيب من امتى السالفة هاي؟ جديد قديم؟ قالوا له والله من وقت ما طلعت هاي الشجرة. فهذا الرجال صار عنده فضول يريد يعرف شنو سر هالشجرة هاي، شجرة العنب، انه ليش عنبها طعمته طعمة الدم. فقام يسأل وقام يسأل لما وصل عند الرجال اللي ذبح والده هو وعياله. قالوا له والله هذا الرجال هو اللي زرع شجرة العنب، وبعد ما زرعها وأثمرت صارت تثمر يعني عنبها كأني دم، طعمة الدم. فالمهم جعل هذا الرجال قال له يا ابن الحلال انت اللي زرعت هاي الشجره اللي باخر القريه؟ قالوا اي والله. قالوا منين زرعتها؟ قالوا والله من اكثر من 30 سنه، يعني من ما غير 35 سنه. طبعا هذا التاريخ هو نفس التاريخ اللي انفقد به والد هذا الرجال لما طلع على الصيد. قالوا طيب ليش يعني شنو السبب؟ قال له والله ما اعرف شنو السبب، يعني سبب ما بي، هالجرة زرعتها واسقيناها ولما صارت تثمر شوفت عينك يعني. فهذا العنب موجود بها وما حد يدانيه ولا حد يقدر ياكل هذا العنب. الرجال وهو يحقق طبعا صار يحقق مع العيال الخمسه والاب وكل واحد ياخذه على حده. فحس هذا الضابط او رئيس المخفر انه بي تلكؤ وبي يعني المعلومات مين طابقه لبعضها. يعني شاف الابن الاول كلامه شكل، الثاني شكل، الثالث شكل، الرابع شكل، الخامس شكل، والاب ايضا حكيه اختلف عن حكي عياله. فصار عنده فضول انه يحقق بالموضوع، وصار عنده شك. طبعا هو ما عنده لسه شك انه يعني هم اللي اقتلوا والده، ولكن شك انه بي
جريمة وراء هاي شجرة العنب. المهم ألقى عليهم القبض ودعهم بالمخفر وقال لهم ما لكم طلع من المخفر إلا تعلموني شنو قصة شجرة العنب. قالوا له والله ما بقصة كذا، قالوا لا ما في. المهم نادى على الشرطة، عملوا ما لازم الشرطة إلهم. فواحد من العيال الخمسة قال يا جماعة لا تضربوني ولا أي شيء. ايش بي عندك؟ قال والله اللي عندي من ما يقارب 30 35 سنة جانا رجال، وهذا الرجال رجال البدوي يركب فرس أصيل، فذبحنا عليه وعشيناه. والوالد قال لنا هذا الرجال عنده فرس وفرسه غالية الثمن، ايش رايكم يا عيال انه نذبح هذا الرجال وناخذ فرسه؟ قالوا بعدين كفي. قالوا قمنا ذبحنا هذا الرجال ودفناه مكان هاي أشجرة، شجرة العنب. وبعدها أثمرت، طلعت شجرة العنب سبحان الله بقبر هذا الرجال. فلما أثمرت شجرة العنب صار طعمتها أطعمة الدم. طبعا اللي يقول مين؟ اللي يقول واحد من الإخوان الخمسة. قالوا والعلم عند الله، يمكن لأنه احنا ارتكبنا إثم يعني وأزهقنا روح، يمكن أنه ربنا سبحانه وتعالى طلع هاي هجرة علشان تكون دليل ضدنا بيوم من الأيام. وبالفعل لما ضغط على الإخوان البقية والأب بالفعل اعترفوا بالجريمة الكاملة. شنو أوصاف الرجل؟ قال والله الرجل كذا أوصافه. المهم الرجل هذا كان يلبس خاتم، هذا الخاتم من الفضة، والخاتم بيله إحجرة أو يسمونها العقيق نفس هي اللي يشاهدونها حاليا بالخاتم. فلما سأل والدته هذا الضابط قالها كذا وكذا قصة، وفي عندي جماعة موقوفين يعني وأحداث قصتهم تطابق على اختفاء والدي. والدي ايش كان يلبس؟ ايش كان؟ قالت له والدك كان لابس خاتم، وهذا الخاتم فضة ولون الحجرة اللون الفلاني اللي موضوعة على الخاتم. وبالفعل طبعا بلغ الجهات المختصة وجت الطبابة وحشم القبر وانبشم القبر. وبالفعل لما لقم رفات والده لقم الخاتم، ما يزال الخاتم بحالة جيدة داخل هذا القبر بعد 35 أو 30 سنة أو 35 سنة من ارتكاب الجريمة. طبعا هنا اعترفوا وانحلم إلى القضاء وأخذهم كلهم الخمسة، والأب السادس أخذهم بالسجن المؤبد، لأنه الخمسة هم مشتركين بهاي الجريمة. وبالفعل طلعوا هم اللي قاتلين والد هذا الضابط بعد التحقيقات، وبعد ما هم اعترفوا بنفسهم أنه هم ارتكبوا الجريمة هاي من أكثر من ما يقارب 30 سنة. فسبحان الله العظيم، شوفوا بجرائم أحيانا مو دائما، أحيانا بجرائم ترى تنطمس وما أحد يعلم بها، وبجرائم تنكشف بعد 50 أو 40 سنة، وبجرائم انكشفت بعد أكثر من 50 سنة وحتى مرتكبينها توفاهم الله، ولكن بعد فترة تعرفهم أنه هذا الرجل هو ارتكب هاي الجريمة. هذا الفيديو لهذا اليوم، نتمنى أنه ينال إعجابكم وحاز على رضاكم. اللي مو مشترك معنا بالقناة يشترك. جزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.